حبيبنا، والله وحشني يا راجل. ايوه يا سيدي، زي ما بقول لك كده المنهج لسه نازل حالا بالا. مظبوط. والله زي ما بقول لك كده بالظبط، من العين دي قبل العين دي. حاضر حاضر. اه طبعا احنا زي الفل مع بعض. هنودي ودي طلابنا حبايبنا طلبة تالتة اعدادي، يا مرحب بيكم من جديد وبعد الاجازه السعيده. هي مش سعيده قوي يعني، ما كملناش فيها كتير. معاكم علاء عمر، مدرس ماده العلوم للشهاده الاعداديه والعلوم المتكامله للصف الاول الثانوي. ان شاء الله باذن الله يا شباب، والحمد لله من كرم ربنا علينا ان المنهج نزل بدري السنه دي على عكس ما حصل قبل كده. النهارده موجود معانا المنهج بعد ما انزل لك يا صديقي، وانا هفصص لك كده المنهج حتت حتت زي ما كنا بنعمل قبل كده في اللي فات. ايه اللي حصل يا سيدنا؟ يوم 15/7 النهارده خلاص احنا كنا متوقعين ان المنهج ينزل بعد كده، لكن ربنا اراد ان المنهج ينزل قبلها بيوم، والحمد لله من كرم ربنا علينا وكرم ليكم انتوا كمان. المنهج دسم بطريقه رهيبه. يعني شوف كده معايا، انت عندك الوحده الاولى مكونه من 3 دروس وجزء كيمياء. طبعا احنا كده كده عارفين ان ماده العلوم مكونه من 4 اجزاء: كيمياء وفيزياء واحياء وشويه جيولوجيا او علوم بيئه. وهو لم لك الباكج دي كلها وقال لك اتفضل وعليهم بوسه. ايه اللي حصل يا سيدنا؟ الوحده الاولى بتاع حضرتك بتتكلم على المواد الكيميائيه، ولو انت في حاجات ناقصاك سواء بقى في الفلزات او اللافلزات او العناصر او الذره والخ هتلاقيها في الكورس التمهيدي اللي احنا اتكلمنا عنه. الوحده الاولى فيها شويه دروس، 3 دروس بيتكلموا عن الكيمياء. طب والوحده الثانيه، خد بالك درس التدخين والمخاطر بتاعته احنا كده كده بنقول ان ده غلط، ماشي. الوحده الثانيه هي عباره عن شويه فيزياء، بيكلمك بقى عن القوى الكهربيه والتيار الكهربي والفرق الجهد وقوى الدفعه الكهربيه. شويه حاجات لذيذه، بس خد بالك احنا اتكلمنا وقلنا قبل كده كتير ماده العلوم محتاجه اللي دماغه فايقه وصاحيه ومركز في كل معلومه، وخصوصا في الجزء بتاع الفيزياء علشان هيجيب لك مسائل، وده الجزء الجديد بتاعك عشان نأهلك بقى بعد كده ان انت المعلومه موجوده عندك تفهمها عشان تقدر تحل عليها اي سؤال. جزء الحفظ كان زمان وراح ولا ايامه. طب وبعد كده نيجي بقى عند الجزء الممتع بتاعنا، الجزء بتاع الاحياء. الوحده الثالثه بتتكلم عن الاحياء، والجزء بتاع الاحياء كان موجود قبل كده بيتكلم عن التكاثر، وكان بيتكلم عن شويه الهرمونات او الغدد، وكان بيتكلم عن الوراثه. هنا نفس الوضع، بدأ يكلمني عن الوراثه وتنوع الصفات الوراثيه، شويه حاجات كده عن الصفات المكتسبه. اتكلمنا عن حاجه جديده يمكن ما حدش مر بيها قبل كده منكم طبعا، سواء في اولى اعدادي او في ثانيه اعدادي او بتوع ثالثه اللي لسه طالعين السنه دي ورايحين اولى ان شاء الله، اللي هي الانتخاب الطبيعي والانتخاب الصناعي. انتوا كل تعرفوه عن الانتخابات، انت بتروح تنتخب وخلاص، سواء مجلس الشعب او مجلس الشيوخ او الرئاسيه او غيره وغيره وغيره. لكن احنا هنا بنتكلم عن حاجه اسمها انتخاب طبيعي وصناعي، ان شاء الله باذن الله في وقتها هنتكلم عنها بكل تفاصيل. وخد بالك دي من الحاجات الممتعه واللذيذه جدا اللي هتفهمنا حاجات كتير في حياتنا كانسان، وهتلاقي بنتكلم عن النبات وعن الحيوان. طيب الاخر بقى، بص بقى يا سيدنا، الجيولوجيا. الجيولوجيا علم الارض، جايب لك درسين في غايه التركيز والاستمتاع وانا بشرحهم لك ان شاء الله. بيكلمك عن حاجه اسمها السجل الحفري. عارف يعني ايه سجل حفري؟ عارف انت بتروح كده السجل عشان تسجل مثلا ابنك او تروح تسجل اخوك او تسجلي ابنك، يعني في الاولياء الامور طبعا بتكلم الناس دي، لو بتروح حاجه اسمها السجل. هنا في حاجه اسمها سجل حفري، هو سجل وسرد لك كل الحفريات لحد ما الانسان البشر الطبيعيين بتوعنا دول اكتشفوا ان الارض دي عمرها ملايين السنين. وايه تاني؟ والازمنه الجيولوجيه. ما هو طبيعي الارض دي مش في لحظه كده اتكونت، ده في ازمنه جيولوجيه بتتكلم عن ازاي حصل كل التراكيب الجيولوجيه اللي في بطن الارض. ده الجزء بتاع الجيولوجيا. طيب انا وظيفتي هنا ايه؟ اول حاجه انا بطمن حضرتك كطالب وكطالبه وكولي امر لو موجود معايا او بيشوف الفيديو، انا بطمن سيادتك وبقول لك المنهج جميل، بس المنهج الجميل ده محتاج كميه تركيز رهيب. اولا احنا عندنا 10 دروس، طب هو الطبيعي كان فيه كام درس؟ كان اقل من كده بكتير. يعني مثلا بتوع السنه اللي فاتت كان عندهم احياء وكيمياء وفيزياء،
ما كانش عندهم جيولوجيا، فده جزء اتضاف. وهنا برضو بيهيئك بعد كده بيفهمك حاجات معينه، وخد بالك ده الطبيعي، يعني خلينا مقتنعين ان ده الصح. اشمعنى؟ لان لما اتكلم ان ماده العلوم بتاعتي فيها كميه فيزياء وكميه احياء وشويه جيولوجيا على شويه فيزياء، يبقى ده الصح. انا بعرفك شويه حاجات معينه عن كل ماده معينه عشان دي اسمها العلوم، واحنا متفقين العلوم مش حفظ فهم، فانت لازم تكون فاهم اجزاء كتير من الاقسام دي كلها بتاع العلوم. طب وايه تاني بطمنك عليه؟ بطمنك كمان ان المنهج نزل بدري. كده كده المنهج ده الحمد لله احنا كمدرسين سواء انا او زمايلي يعني بنسبه كبيره جدا من المنهج ده احنا عارفينه، سواء كان موجود السنه اللي فاتت او في العموم، يعني درسناه في كليه التربيه او غيره. فالمنهج معروف، انما كتحضير ليه عشان ابدا احضر لك المعلومه واوصلها لك بالطريقه بتاعتك، خصوصا انه منهج جديد عليك زي ما كان منهج اولى اعدادي وثانيه اعدادي جديد عليك، فانت كنت متفاجئ يا نهار ابيض انا هاخد كل ده. بس صراحه المنهج خلينا نقول كلمه حق، منهج ممتاز، جه في وقته مظبوط جدا قبل بدايه الدراسه بكتير. انت عندك لسه 12/9، لسه بقاكش شويه حلوين، هنفترض نقول كده شهرين، يعني هو نزل يوم 14 اهو، انا معاك شهرين، نزل قبل بدايه الدراسه بشهرين، ده جميل جدا عشان تعرف تاخد راحتك في شغل. طيب احنا الحمد لله وبكرم ربنا علينا ان احنا موجودين معاكم، ومن اوائل الناس ان ما كناش اول ناس ننزل اول درس. الشرح بتاعه طبعا مش هننزله كامل، كميه المعادلات بتاعت حضرتك دي الموضوع بنحس انه رخم شويه، بنحس بقى يا نهار ابيض انا هقعد احفظ بقى معادلات ومش عارف ايه جنب ايه يديني ايه واقعد اوزن المعادله. احنا هنبسط الموضوع ده، وان شاء الله باذن الله الدرس هنقسمه على جزئين عشان ما يكونش ان هو شديد عليك. وكل اللي مطلوب منك انك تتفرج على الفيديو تعيده مره واثنين وثلاثه على الهادي. انت طبيعي دماغك مش معانا، طبيعي دماغك بقى اذا كنت رحت مصيف او لسه هتروح مصيف او في اللعب او شغال ايا كان، بس مش من الصح انك تسيب الدنيا كده سايحه خالص لحد بدايه الدراسه. احنا موجودين معاك واتفرج على الفيديو براحتك، واحنا موجودين على اليوتيوب وربنا معانا ان شاء الله كلنا. طيب اول درس بيتكلم عن انواع التفاعلات الكيميائيه. بسم الله، بسم الله نبدا وبه نتوكل وعلى الله كل التوفيق. التفاعلات الكيميائيه، خد بالك تعال نمسك اول كلمه كده ببساطه. يعني ايه تفاعلات كيميائيه؟ تفاعل يعني حاجه بتتفاعل مع حاجه تانية، او ممكن نقول ماده بتتفاعل مع ماده تانية عشان تديني ماده ثالثه خالص، او ممكن تديني مادتين على حسب نوع مواد الداخله في التفاعل. وكيميائيه يعني بنتكلم على جزء كيميائي. يعني ايه جزء كيميائي؟ يعني بنتكلم بقى على العناصر الكيميائيه ومختلف العناصر الكيميائيه اللي انت اخدتها قبل كده سواء في اولى او في ثانيه، وعرفت التفاصيل بتاع كل واحده فيهم بقى، والعدد الذري بقى والعدد الكتلي والالكترونات والبروتونات والنيوترونات وشغل عالي كده بنرجع له بقى دلوقتي. ما احنا المفروض احنا اتاسسنا في الكلام ده. هنا يا صديقي بيتكلم على التفاعل الكيميائي. خد بالك احنا اتكلمنا قلنا التفاعل الكيميائي يعني تفاعل ماده مع اخرى تدينا ماده ثانيه، او ممكن تدينا مادتين على حسب. طب ايه اللي بيحصل؟ وقال لك كيميائي. كلمه كيميائي يعني بنتكلم على الجزء بتاع مين؟ ذرات، العناصر بقى بتاعتنا، الكترونات وبروتونات ونيوترونات وكل الشغل الجميل اللي انت اتاسست فيه. يعني ايه تعريف التفاعل الكيميائي؟ هو عمليه يتم فيها كسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعله. في ماده متفاعله مع ماده اخرى متفاعله، انا رحت جايبهم جنب بعض، بدا يدوا لي ماده جديده. كمثال يعني تعال نقول بقى مثال تاني. حضرتك كده رحت ايه قلت انا عايز افطر بقى بيضه محترمه كده، رحت جايب بيضه ادي ماده يا سيدي، ورحت جايب الطاسه ودي من شروط التفاعل خد بالك، ورحت مولع النار من شروط التفاعل، ورحت حاطط زيت من شروط التفاعل، ورحت بدات البيضه دي تتفاعل مع الزيت في وجود النار وبدات تديني ماده جديده. طب هنفترض يا مستر ان انا اول مره اعمل بيض وعملت او جبت الطاسه دي جبتها بلاستيك، طبق بلاستيك، ما كده التفاعل هيبوظ هيتسيح. يبقى في حاجات ثابته من شروط التفاعل لازم اخد بالي منها. النار، لو انا حطيت الطاسه ما ولعتش النار وفضلت عملت البيضه كده واعمل كده مش هتتعمل، مش هتتاكل، مش هيحصل اي تغيير في المواد المتفاعله، هو هيحصل بس ممكن شويه زيت مع شويه الحاجات اللي جوه البيض ده اللي هو الصفار والبيض والكلام ده كله، وهلاقي ان مفيش ماده جديده جت، فما حدث لم يحدث تفاعل كيميائي لعدم وجود النار او لعدم حدوث الشروط كلها او تكامل الشروط كلها، سواء بقى الطاسه او سواء بقى النار او غيره وغيره وغيره. يبقى هنا بنتكلم ان ماده متفاعله
مع ماده اخرى متفاعله في وجود شروط التفاعل. هتبدا تديني ماده اخرى جديده ناتجه من هذا التفاعل. طب الكلام ده كده حصل كده وخلاص؟ لا، ده احنا ما سكتناش، العلماء بتوعنا ما سكتوش. قال لك اعمل ايه؟ قال لك خد تعال ايه؟ قال لك مش دي ماده؟ قال لك اي نعم، وكده كده احنا عارفين ان الماده مكونه من جزيئات والجزيء مكون من ذرات. حلو، يبقى وصلنا لاخر حاجه، ان الماده دي عباره عن شويه ذرات كده. طب امسك الماده دي كده هتتفاعل مع الماده دي كده، فهيحدث تكسير في الروابط ما بين المواد المتفاعله. في روابط هنا هتتكسر وخلاص، اتكسرت خلاص مش هتتصلح تاني. قال لك لا، ده هتديك ماده جديده وفيها روابط ايه جديده. انا ماليش دعوه باللي فات يا باشا، انت كسرت لي الروابط دي، انا عايز روابط جديده بقى، مش انا ماده جديده، انا حر. حد عنده حاجه؟ لا، ما حدش عندك حاجه. يبقى هنا تكسير، حدوث تكسير في او عمليه كيميائيه يحدث فيها ايه؟ تكسير الروابط الكيميائيه بين جزيئات المواد الايه؟ المتفاعله، عشان نكون مواد جديده ذات روابط جديده. طب هل ده ليه ادله؟ اي نعم يا باشا. تيجي تبص كده للبيضه بتاعتك، الله، والسلام بقى تحط عليها رشه ملح، جوعتك صح؟ ما علينا. هتلاقي ان هنا البيضه كان ليها قوام معين والزيت كان ليه قوام معين. هل الزيت هيفضل زي ما هو؟ لا، ده انت حطيت نقطتين ثلاثه كده هيختفوا. اشمعنى؟ لان هم دخلوا في تفاعل، حدث تفاعل بين الزيت ومين؟ والبيض. والبيض ده اللي هو عباره عن شويه ايه؟ الصفار والبياض اللي هو الزلال البيض ده، وفي وجود النار فبدات تديني ماده جديده. وكان في حاجه لونها ابيض، لا بس بعد ما انت قليت البيض لو عملت بيض عيون كده هتلاقي ان الزلال ده بدا يعمل لي اللون ابيض، فهنا ماده اتغيرت. ايه الدليل على حدوث التفاعل الكيميائي؟ بص معايا يا سيد. اول حاجه تغير اللون، بس ثابت. قال لك لا مش في كله، انا بقول لك مثلا وكذا 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 وجيج وجيج ويا ولود كذا يا ولود صح. وايه تاني يا سيدي؟ قال لك الرائحه. ما ممكن في تفاعل معين تلاقي ان الريحه اتغيرت. فاكر انت في ثانيه اعدادي بدانا نجيب شويه سكر وولعنا تحتهم، شميت رائحه، حدث تفاعل كيميائي. يبقى هنا تغير اللون او وجود رائحه كانت مش موجوده بقت موجوده، وتصاعد غاز. ممكن تلاقي غاز بيتصاعد، او تكون راسب، في راسب اتكون، في حاجه معينه حصلت فلقيت ان في راسب اتكون. زي ما هناخد في المعادلات بعد كده هتلاقي في تفاعل معين تم، في غاز اتصاعد وفي حاجه اترسبت تحت، ده اسمه تكون راسب. وايه تاني؟ او انبعاث ضوء، او ايه؟ او حراره. في حاجه معينه حصلت، تفاعل كيميائي تم بطريقه معينه ولقيت ان في حراره طلعت، في سخونه. زي ايه يا سيدي؟ يا عم التجربه الشهيره البسيطه اللي كلنا عارفينها، اللي هي ايه؟ هات حته صوديوم حطها في الميه، اجري على طول بوم. في تحس ان لو انت فعلا بقى تطلع كده على القصر العيني قول له عايز 50 جرام صوديوم، ولا خد يلا. انت تبع مين يا واد؟ انت تبع انهي جماعه ارهابيه؟ ما هو انت هتعمل لي انفجار. انت عارف يعني تجيب 50 جرام صوديوم وتروح حاططهم في ميه يعمل لك بوم كبير. ما هو البوم ده يعني ايه؟ يعني انبعاث حراره، يعني في سخونه طلعت. فلما نيجي نتكلم كم معلومه خدناهم لحد دلوقتي، عد ورايا. ده اول حاجه خدنا التفاعل الكيميائي، والدرس بتاعنا كان اسمه انواع التفاعلات الكيميائيه وهنعرفهم بالترتيب. مش عايزين نسبق معلومه ومش عايزك تستعجل، احنا مع بعض بسيط خالص. وانا بطمنك والله هتمشي تاتا تاتا معانا هتلاقي نفسك في السليم 100%. يبقى الدرس بتاعنا انواع التفاعلات الكيميائيه، اتكلمنا على التفاعل الكيميائي والتعريف بتاعه، هو كسر الروابط الموجود بين جزيئات المواد الايه؟ المتفاعله، عشان تكوين ايه؟ روابط جديده بين جزيئات المواد الناتجه. في مواد جديده اتكونت، وانا هعرف بقى ازاي ان في تفاعل تم. يا سيدي عد ورايا. ممكن يتكون راسب، او يتصاعد غاز، او يحدث انبعاث ضوء او حراره، او ايه تاني؟ ريحه، او ايه؟ اللون ممكن يتغير، الله اعلم. دي كلها حاجات بتدل ان ممكن ان في تفاعل تم، فخلاص انت لاحظت. طيب ايه اللي بيحصل تاني يا عمنا؟ جايب لك شكل جميل اهوت بيقول لك ان في حاجه هتحصل. نيجي نبص على طول على التفاعل، انواع التفاعلات الكيميائيه. والله يا سيدنا المفروض كان في المنهج القديم، من فات قديم وتام. المنهج اللي فات كان بيتكلم على التفاعلات الكيميائيه، كنا بنقول تفاعلات الاحلال والانحلال والاكسده والاختزال. جميل جميل. هنا بقى ضاف لي حاجه جميله جدا ومهمه اسمها تفاعلات الاتحاد المباشر.
هات ماده، ايوه هات ماده، ايوه هوب بقوا مادتين. هيحدث تفاعل كيميائي في وجود شروط معينه زي الحراره، ودي بتكون شهيره عندنا، هيدينا ماده جديده. ده اسمه تفاعل اتحاد مباشر على طول في الكويكلي. هوب دي جنب دي، خلصت على كده. ده اول نوع. تاني نوع قال لك تفاعلات الانحلال. بتنحل حاجه ماسكه في بعضها، انحللت كده من بعضها، فصلت عن بعضها، اسمها تفاعلات الانحلال. رقم 2. طب اللي بعدها قال لك احلال. تفاعلات احلال، وخد بالك الاحلال في منها 2، احلال بسيط واحلال مزدوج. هنا ده قال لي ان دي حاجه نوع وده نوع، ماشي يا سيدي. قال لك انواع التفاعلات الكيميائيه يا اما اتحاد مباشر، يا اما انحلال، يا اما احلال بسيط، يا اما احلال مزدوج. ركز في الكلام ده، مهم جدا. سيب اللي فات خالص كاني ما قلتش حاجه عن اللي فات. امشي يا اللي فات، امشي امشي خلاص، مش عايزينك. خلينا في اللي هنا. خلاص مشي. تعالى بقى نركز في اللي هنا. التفاعلات انواعنا، الانواع بتوعنا: المباشر، الانحلال، احلال بسيط، والاخير احلال مزدوج. تعال نمسك اول واحد، شوف بكل سهوله. امسك اول واحد، شوف المعادلات بتاعته، خلصت. بيقول لك ايه يا سيدنا؟ تفاعلات الاتحاد المباشر دي تفاعلات تتحد فيها مادتين. يا سلام، يعني لو مادتين والثالثه جت جنبهم قالت لهم انا عايز اخش معاكم في التفاعل، تقول لهم لا لا طبعا. اشمعنى؟ قال لك مادتين او اكثر، ممكن تكونوا 3 مواد عادي يعني. اتفضل اتفضل يا حبيبي، انا اقول لك لا، في مادتين هنا تعالى جنبهم، صح؟ 3 مواد يعني ممكن 4، يا عم خش خش مش هيحصل حاجه. يعني ممكن يجيب لي سؤال يقول لي تفاعل او تفاعلات تتحد فيها مادتين فقط هي تعتبر تفاعلات اتحاد مباشر، صح ولا غلط؟ غلط، والله غلط يا سيدنا. يا عم غلط، ما ينفعش الكلام ده. اشمعنى؟ ما ينفعش كلمه فقط، كلمه فقط دي توديك في داهيه. اشمعنى؟ لو اقول لك مادتين او اكثر، كلمة أكثر دي يعني بتديك براح بعد كده، ممكن تكون مادتين أو 3 مواد أو 4 أو 5 أو عد بقى معاك لحد الصبح، أنت فاضي بقى. تفاعلات تتحد فيها مادتين، أيوة نظبط اللغة العربية عشان ما يحصلناش مشكلة. يبقى تفاعلات تتحد فيها مادتين أو أكثر. ليه بقى؟ ليه؟ ما أكيد مش هيتحدوا كده عشان هم عايزين كده، لا، هو في حاجة معينة لتكوين مركب جديد. ما هو كل ده بيحصل عشان في مركب جديد بيتكون. حضرتك كده لما تيجي تجيب السكر، تجيب الشاي، تجيب الميه، تجيب كوبايه، تروح حاططهم في بعض. لو حطيت الميه دي مش مغليه هيبقى شاي؟ لا. تبدا تجيب الميه تسخنها وتبدا تضيف كله مع بعضه فيعمل لك كوبايه الشاي. حطيت هنا مادتين، طب معلش والنبي عشان خاطري خليه كوبايه شاي بنعناع. هاجي اقول لك لا لا يا سيدي عادي مفيش اي مشاكل، هات شويه نعناع حطهم. طب معلش بقى انا ما بحبش النعناع، انا عايز ليمون، هات ليمونه واعصرها. هات، عارف القرفه؟ في ناس تحط القرفه او القرنفل، حاجه زي، لا قرنفل سوري، حطه كده على الشاي، والله ولا هيحصل حاجه، وناس بتعملها وشغالين فيها. اسال اي حد بتاع قهوه. لا اله الا الله. ادي ماده، ها ادي الاخر، ها هنا بس اكتفى بمادتين، ممكن 3، خلاص بقى اتفقنا على الموضوع ده، مش عايزين نعيد ونزيد فيه. بدا يديني ماده ايه جديده. يبقى هو ده التفاعل الكيميائي. اي نعم. طب تعالى لي هنا، بص تعالى بس احضر. دي بنقول عليها ايه؟ مواد متفاعله. ادي ماده مع اخرى. طب والاثنين دول او الحته الصغنونه اي بي دي، ما دي تعتبر ماده ناتجه او مركب ناتج. وكل سنه وانت طيب. خلاص سهله. تعالى نشوف حاجه كده معينه. هو انا كده هجري وانا هقول لك التفاعل ده؟ لا اصبر، خد بالك يا سيدي. هنفترض ادي الرسم بيان الجميل بتاعنا، لان احنا اتفقنا ان احنا المعلومه بتاعتنا بتكون عباره عن معلومه نفهمها نحل عليها اي باذن الله اي سؤال. اللي حصل هنا يا سيدنا، انا رحت عامل لحضرتك ايه؟ رسم بياني. طب نقول معلومه، اتفضل واكتبها عند حضرتك. ده انت المفروض عندك ايه؟ عده الشغل. ايه عده الشغل بتاعتك؟
يعني عده الشغل بتاع الراجل السباك يبدا يجيب مفتاح كده طويل كده قوي وبتاع كده بيسموه مفتاح انجليزي حاجه زي كده، ويبدا يجيب مش عارف الان كي، ويبدا يجيب مش عارف مفك، يجيب مش عارف شويه عده بتاعته كده والشنطه بتاعته شويه حاجات بتاعته، ويجيب البتاع اللي هو الابيض الصغير ده الشعر ده ولا مش عارف اسمه ايه. تلاقي النجار اللي جاب الشاكوش ويجيب مش عارف الحاجات بتاعته كلها والمسامير والحاجات دي كلها والكهرباء، وكل الناس ديت حبايبنا بيجيبوا العده بتاعتهم، وانا بجيب العده بتاعتي، وحضرتك لازم تجيب العده بتاعتك. ايه عدتك؟ قلمك. البنانيت الجمال بقى بتاعهم يعملوا ايه؟ يجيب قلم بقى ايه سنون، وقلم رصاص عادي، ويجيب قلم ازرق، ويجيب قلم احمر، وتجيب قلم اخضر، وتجيب الورق بتاعها الجميل، وتجيب بقى اذا كان كتاب او ملزمه او غيره وي وي وي، وتنور النور بتاعه وتقعد على المكتب عشان تشتغل. دي الادوات بتاعتك. اكتب بقى يا سيدنا، انا عندي التفاعل الكيميائي في بدايه حدوث التفاعل الكيميائي. اكتب في بدايه حدوث التفاعل الكيميائي يحدث ايه؟ نقص في نسبه المواد المتفاعله. ليه؟ انا ما لا يا حبيبي، ما انت علشان تكون لي ماده جديده لازم الماده الاولانيه اللي هي المتفاعله تقل عشان حاجه تانية تزيد، هي سبحان الله بتاعت ربنا. فتبدا تلاقي ان في ماده بتنزل كده اهي، نزلت السهم بتاعها نازل، وماده تانية بتنزل كده، فدي بنسميها مواد متفاعله A و B. يبقى في بداية التفاعل الكيميائي يحدث نقص في المواد المتفاعلة في ايه؟ في النسبة بتاعتهم، في التركيز بتاعهم، يبدأ يقل 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 لحد ما يوصل للايه؟ لآخر حاجة. طب وفي منتصف التفاعل الكيميائي بتكون نسبة المواد المتفاعلة ونسبة المواد الناتجة 50-50 50-50. الله، يعني ده يا مستر تعالى بقى نشوف. هتلاقي المادة الناتجة عملت ايه يا سيدنا؟ كده اهو. دي ماده ناتجه بنسميها ايه بي مره واحده، المركب الناتج. يبقى في التفاعل الكيميائي في بدايته وفي الوسط وفي النهايه. في البدايه بيحدث نقص في نسبه المواد المتفاعله لحد ما يجي عند المنتصف يبقى 50. كل ده ليه؟ عشان تتكون مواد ناتجه. فتلاقي ان المواد الناتجه في منتصف التفاعل الكيميائي والمواد المتفاعله الاثنين 50-50. لحد في نهايه التفاعل الكيميائي تلاقي ان المواد الناتجه اصبحت 100% والمواد المتفاعله اصبحت 0%. نقول تاني اخر مره، المواد المتفاعله والمواد الناتجه في بدايه التفاعل الكيميائي المواد المتفاعله 100% وعماله تتناقص بتقل. طب ومين اللي بتزيد؟ اكيد الماده الناتجه في الجنب الاخر، ما دي بتقل دي بتزيد. كلام متفقين عليه. طب في المنتصف 50-50، يبقى المتفاعله عماله تقل 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 اهو لحد ما وصلت للزيرو عندك هنا. طب مين اللي هيتكون بعدها؟ الماده الناتجه لحد ما توصل 100% في نهايه التفاعل الكيميائي. طيب الاتحاد المباشر جايب لي ايه؟ اول تفاعل موجود عندنا في الاتحاد المباشر، بص يا سيدنا سمي الله كده، المغنيسيوم الام جي. خد بالك بقى، ركز معايا في الجزء الجميل ده، انا مش عايزك تعدي كده والله مرور الكرام. ماده العلوم مش بتحفظ. مش عايز اقول لك بقى دي رخمه وصعبه وهتضيع ويا مراكم ويا مش لا، ده انت جميل وممتاز لو التزمت باللي احنا بنقول لك عليه. دلوقتي المغنيسيوم ده مش هو عباره عن ايه؟ ام جي 12. تعالى وزع لي العنصر الجميل بتاعنا ده. ادي 2 8 ها، مش دول 10 هيتبقى كام؟ 2. ده فلز صح؟ لان مستوى الطاقه الاخير بينتهي بكام الكترون؟ ب2. ممتاز جدا. هل ده هيفقد ولا هيكتسب؟ هيفقدهم. اتكلوا على الله، شوفوا انتوا رايحين فين. حلو قوي. الفلز ده يشتعل ايه؟ خد بالك من الكلمه دي بسرعه. في حاله ايه؟ ها، ويحترق بلهب. ماشي، ايوه. في حاله ايه؟ ابيض ساطع، يعني لون. ايوه يا سيدي لون، وهتشوف دلوقتي. شايف اللون الابيض؟ شايف السطع؟ والنبي شايف اهو. يبقى الراجل ده جاب مغنيسيوم وراح ماسك بالماسك كده، بدأ يولع تحتيه اهو. من شروط التفاعل الكيميائي لهب ده كده، بدأنا نحط اللهب ده، شغالين من خلاص اللهب النار دي، وبدأنا نحط المغنيسيوم. اشتعل بسرعة. كلمة بسرعة دي فيها سؤال، خدها من العبد لله. اشتعل بسرعة واداني لون ابيض ساطع. مش احنا اتفقنا تغير اللون او تكون لون ورائحة وغيره 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 دليل على حدوث التفاعل الكيميائي؟ اي نعم اهو، ابيض ساطع ونتج ماده. ما هو لازم ينتج ماده جديده. الماده الجديده لونها ايه؟ بيضاء. من مين؟ من اكسيد المغنيسيوم ام جي او.
خد بالك بقى، انت لو ممتاز اخد بالك المعادله دي كده هتعرف تعمل المعادله لو انت مذاكر عناصر كيميائيه صح من غير ما تبص للمعادله. انا رحت جايب الام جي زائد او علامه البلاس بتاعنا دي الزائد دي، هنروح حاطين الاو 2 الاكسجين. مش احترقت في الهواء الجوي يا سيدنا؟ اي نعم، حط لها اكسجين يا سيدي. هيبدا يديني ماده اسمها ايه؟ ام جي او، ولازم توزنها. وهنا حدوث تفاعل كيميائي اللي هو الحراره، ده يدل على الحراره، وخدته ده في ثانيه اعدادي. يبقى هنا الام جي زائد او 2. انا عايز اوزن، هلزقهم في بعض، هقول ام جي او. طب يا مستر، طب ما هنا في اتنين. سهله يا سيدي، هينفع تحط لي الاثنين هنا؟ لا، حطها لي هنا. الاثنين هتحطها فين؟ قبل الام جي. طب يا مستر، طب ما هو كده هيبقى دخل ام جي واحده وخرج اثنين. قال لك ما انت تروح مرجع لي اثنين هنا. ما ده اسمه وزن معادله. المعادله دلوقتي موزونه قدامك. تعال نبص لها بصه ثانيه. ماشي، تعال نكتب في الجزء الفاضي ده. اهدي ايوه، العفريت لسه مش هتظهر دلوقتي، بالليل شويه. ايوه، تعال نخبي المعادله دي. انا المفروض دلوقتي عندي مين؟ ام جي زائد مين؟ او 2، ده غاز الاكسجين. ادي السهم بتاعنا وادي الحراره. ايه اللي المفروض اعمله؟ انت دلوقتي طالب طبيعي جدا ما حفظتش المعادله. احنا دلوقتي المعادلات مش بتتحفظ غير بعد ما نفهم اللي حصل فيها، والوزن بتاعها مش بتحفظ، ده بتتفهم. رحت حاطط ام جي او. طب ده ينفع؟ قال لك لا، ما ينفعش احط او 2 هنا، ما ينفعش، لازم احط ال 2 ايه؟ هنا. طب تعالى نوزن بتاعنا. المعادله دي عشان تتوزن لازم تعرف دخل قد ايه وخرج قد ايه، ولازم اللي يدخل هو اللي يخرج. ما احنا مش هنسرق، احنا مش حراميه. ام جي دخل كام واحده؟ ام جي واحده سهله. خرجت كام؟ 2. لا، في مشكله، انت بتكذب عليا، ما دخلش ام جي واحده. طب استنى، ايه ده عليا؟ دخل كام او 2؟ 2. خرجت كام؟ 2. يبقى هنا كده مظبوط. يعني انا المفروض احط ايه يا مستر؟ تحط لي 2 هنا. يبقى حضرتك كده وزنت المعادله. بتيجي امتى في الحالات دي يا سيدنا؟ ممكن يجي لي في الامتحان. ماشي، ايوه، بص شوف سحر يابا، ده مش اي حد. جميل جدا. ايه اللي هيحصل؟ اروح اعمل لك هنا نقط، واروح اعمل السهم الجميل ده. ممتاز. في مشكله؟ لا. واروح كاتب لك 2 ام جي او، او ممكن اشيل رقم 2 دي واجي اقول لك نوع التفاعل. السؤال بيجي كده، احنا بنضرب مع بعض واحده واحده، ان شاء الله حتى الدرس ياخد 4 اجزاء. مش عايزين يكون اول حصه رخمه عليك، يعني بالراحه مع بعض خالص. ادي الام جي ولقيت في نقط ادتني 2 ام جي او. انت على طول فاكر ان ده اتحاد مباشر. نوع التفاعل هنا اتحاد مباشر، تفاعل كيميائي نوع اتحاد مباشر. تروح كاتب لي هنا ايه؟ اتحاد مباشر. تعال نغير اللون، يبقى نوع التفاعل اتحاد مباشر. وهذا الاتحاد المباشر ان الام جي اتحدت مع مين؟ مع الاو 2. جميل جدا. طب هنا المعادله ما اتوزنتش. لا يا سيدي، ما هو هتلاقي سايب لك هنا نقط، هتروح كاتب 2. طب يا مستر الوزن ده ما جابليش الوزن في المنهج. لا ده بيرخم عليا. لا ده مستقصدني. لا ده في كده موضوع كبير. لا يا سيدي، مش محتاجه، لان انت الوزن خدته قبل كده. وغير ان انت خدت الوزن قبل كده، خليك مركز، عندك عقل. انت عندك 2 ام جي خرجوا. طب وهنا في المعادله المفروض واحده بس اللي موجوده، فانت لازم تضيف الثانيه. جميل. يلا نرجع لمرجوعنا. يا سلام عليك يا طالب وانت مركز. يا سلام عليك يا حماده، هنجيبك يا حماده. ماشي. تاني معادله عندنا بتقول ايه؟ خد بالك احنا كلنا خدنا معادله واحده، ها؟ يعني لسه بقول بسم الله. طيب هنا بقول لك تجنب إطالة النظر للوهج اللي بيطلع. عند احتراق المغنيسيوم ينتج ضوء عالي الشدة. الكلام ده حصل، يعني الحدادين وهم شغالين بيجي يلحموا لازم يلبس نظارة سوداء. أنا الأول كنت زيك كده فاكر إن هو بقى لو شنى أنا راجل شغال وحداد ولابس نظارة سوداء عشان أنا مفيش زيي. لا أي ولا زي خد بالك. لكن لا، اكتشفت إن هو لابس النظارة السوداء عشان الوهج ده هيتعب عينيه، هيعمله مشكلة.
طب وليه؟ فلازم يلبس نظاره. طب ده ليه؟ فانت لازم تلبس حاجه على عينيك لتجنب الشده بتاعه الاضاءه دي، فهتاثر على عينيك. طب الاضاءه دي، الشده دي عباره عن ايه؟ مصحوبه باشعه. الاشعه دي اسمها ايه؟ فوق بنفسجيه، قد تؤذي شبكه العين. والله انا اعرف حد حرفيا جه يتعامل مع ده في الموضوع ده بنفسه يعني، لان عينيه باظت، وفضل بقى يروح لدكاتره ويحط قطره، وقعد فتره كبيره ما يتعرضش للشمس. فالموضوع كان صعب طبعا. خد بالك انت عادي، الموضوع بالنسبه لك عادي، لكن لو في حاجه شويه تراب بس دخلوا في عينك كده وحسيت ان ممكن ما تشوفش بقى لا قدر الله، ربنا طبعا يبعد عنكم عن اي حد اللي اذى كله، ربنا يشفي كل مريض، هتحس ان الدنيا سوداء وانا مش هشوف تاني والكلام ده. لكن لا طبعا، فلازم نحافظ على الكلام ده. طيب لذا يجب ارتداء نظارات واقيه. ماشي. طب الكلام ده انا بقوله ليه يا سيدي؟ معلومه ممكن تجي لك علل، ممكن تجي لك منتك مترتبه على، وغير ده كله هنفترض انها ما جاتش في الامتحان، ده لحضرتك لسيادتك. انت جنبك حداد مثلا اتفاجئت ان هو مش لابس نظاره، ممكن تقول له ازيك يا ريس، ايه الاخبار؟ خد بالك مش من الصح انك تشتغل او انك تقعد تلحم، والضوء اللي طالع ده او الوهج اللي طالع ده فيه اشعه فوق بنفسجيه فهتاذي عينك. هيسلم عليك شكرا شكرا. تاني معادله، الصوف الفولاذي. كلمة الصوف الفولاذي هنا بيكلمك ان ده حديد اهو، اف اي. شايف يعني؟ انت لو ركزت في الجزء اللي فوق ده اسمه صوف فولاذي. صوف فولاذي تيجي تولع فيه كده يعمل الشرر الكهربي، الشرر قصدي بتاع الولع ده الشديد ده، الاحمر لونه احمر ده اللي انت شايف في الصورة ده. ايه اللي بيحصل يا سيدنا؟ ما انت الصوف الفولاذي ده لما يجي يحترق، يعني لما تيجي تعرضه للاكسجين او عند وضعه في لهب بنزين، هتجيب لهب بنزين كده وتولع، يعني هتولع فيه يا سيدي، هيديني شرر واضح زي ما انت شفت كده، او زي ما انا عمال اقول لحضرتك. ايه اللي بيحدث؟ ينتج اكسيد الحديد المغناطيسي. خد بالك عندنا معلومتين لازم نربطهم ببعض. يلا بينا نربط، يلا بينا نربط. اول معلومه عند سيادتك بتقول ايه؟ لما المغنيسيوم ده تفاعل مع الاكسجين اداني اكسيد المغنيسيوم. يبقى ده فلز اتفاعل مع الاكسجين اداني ايه؟ اكسيد الفلز. اتحاد مباشر، مغنيسيوم اتحد مع اكسجين اداني اكسيد المغنيسيوم. ممتاز. طب وتاني معادله قال لك ما هو عند اتحاد الاف اي مع الاكسجين اداني اكسيد الحديد المغناطيسي. مفيش اسهل من كده. يبقى احنا عمالين نرتب معلوماتنا مع بعض. الاثنين اتحدوا مع بعض معادلتين، في مادتين اتحدوا مع بعض، في كل معادله فيهم ادتني اكسيد كذا. يبقى ده اكسيد المغنيسيوم وده اكسيد الحديد المغناطيسي. خد بالك ممكن يقول لك تعتبر ماده نقط هي ماده اكسيد الحديد المغناطيسي، او يعتبر مركب نقط هو اكسيد الحديد المغناطيسي. اكتب. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ده قال لي مش هحفظ. لا يا عم انا بقول لك احفظ المركبات. لا اله الا الله، انت هتتعبني والله هتتعبني. اكسيد الحديد المغناطيسي Fe3O4. احفظها، احفظ لي المركب ده يا سيدنا. Fe3O4 ده المركب اسمه اكسيد الحديد المغناطيسي. ممكن يسالني فيه اي عم، ممكن. لا هو انت فاكر المعادلات يقول لك اكتب المعادله التي تدل على اتحاد الحديد او الفولاذ مع الاكسجين؟ لا ممكن يجيبها بس مش للدرجه دي، ما يجيبها سهل قوي كده. ممكن يقول لك اكتب لي اكسيد يعتبر مركب نقط هو اكسيد الحديد المغناطيسي. تفضل يا نهار اسود كان اسمه ايه؟ اف اي او، لا اف اي 3 او، ايوه اف اي 3 او 4. اكتبه لي بصفه اساسيه، هو ده اللي بيكون بصفه اساسيه، ده المركب الجديد. يبقى ده الماده المتفاعله وده ماده متفاعله اخرى، بدا يديني في حدوث شروط التفاعل لهب بنزين او الحراره دي يديني ماده ناتجه اسمها اكسيد الحديد المغناطيسي. ماده جديده، وزي ما اتفقنا الماده دي بتقل والماده دي بتقل لحد ما نوصل للماده دي، ودي بتزيد طبعا. كم معادله عندنا؟ 2. جاء لي بقى معلومه جميله ممتازه ورايقه وفايقه زيك. لا يحترق النحاس اللي هو سيو بلهب مرئي. ما تحلبش كده، مش انت بتروح مولع كده الولاعه بتاعتك ويحترق، لا امال ايه؟ بل تتكون على سطحه طبقه سوداء من اكسيد الايه؟ النحاس. على السطح بتاع النحاس في طبقه بتتكون اسمها اكسيد النحاس CuO. يعني مالها؟
عشان كده يا سيدي مش بنحرقه بلهب مرئي، بلهب غير مرئي، حاجه مش واضحه قوي، مش باينه للعين المجرده. فهنلاقي ان نحاس سيو زائد الاكسجين هيبدا يديني 2 سي يو او. خد بالك ده لونه اسود، والنحاس طبعا مش محتاج اقول لك لونه ايه، يعني احمر. تمام؟ ما بوظتش لعبه قبل كده وطلعت السلك النحاس اللي جوه الموتور؟ اكيد عملتها، كلنا عملناها. انا مبوظ لي 100 لعبه لحد دلوقتي وانا صغير طبعا. بقول لك بما سبق يستنتج ان معظم الفلزات، ايوه دي المعلومه اللي عملوا لك عليها من الصبح، تتحد مع الاكسجين اهو عند تسخينها في الهواء الجوي. جميل. لكنها تختلف فيما بينها في نشاطها الكيميائي. ايوه، ما انت مش هتجيب لي الصوديوم هتسويه لي بالبوتاسيوم، هتسويه لي بالكالسيوم، مستحيل. ولا هتسويه لي بالليثيوم، مستحيل. دي كلها فلزات مختلفة في النشاط الكيميائي. دلوقتي احنا عندنا التفاعلات الكيميائية 4، خدنا منهم أول واحدة اللي هو الاتحاد المباشر، وخدنا 3 معادلات مهمين جدا. وجيت اديت لك المعلومة بتاعت النحاس، أنا دي خدتها في السريع ليه؟ خلاص عرفنا إن الفلز بيتحد مع الأكسجين بيديني أكسيد الفلز. 3 معادلات تحفظهم زي اسمك. بعد ما فهمناهم وعرفنا الوزن بتاعهم، وخد بالك هنا النحاس دخل 2 خرج 2، الاكسجين دخل 2 خرج 2. عايز ايه تاني؟ هتقول لي بقى يا مستر هو انا لازم احفظ اللي تحت ده؟ عادي، ممكن تحفظه ممكن لا، مش هتفرق معاك خالص، لان هو هيسالك اسئله تانية مش صعبه في المنهج. ما هو جايب لك منهج يعني هيسالك عليه، بس المعلومه ممكن تكون مش مباشره، ممكن تكون مباشره ونص نص، ممكن تكون لفه، واللي مذاكر نص نص غير اللي مذاكر 100%، غير اللي اتدرب على اسئله كتير. يعني احنا لو هنتكلم على المعادلات ونروح رصينهم مره واحده الموضوع كان ابسط من كده بكتير، بس انا جبت لحضرتك الشكل البياني، جبت لحضرتك السؤال ممكن يجي ازاي، جبت لحضرتك الوزن بتاع المعادله الكيميائيه نفسها. طيب، فطبعا بقول لك المغنيسيوم اكثر نشاطا من الحديد، والحديد اكثر نشاطا من النحاس. يعني دي اسمها متسلسله النشاط الكيميائي، ترتيب العناصر الفلزيه ترتيبا تنازليا حسب درجه نشاطها الكيميائي، من فوق لتحت كده. تنازليا يعني انت فوق عمال تنزل تنزل تنزل، فاللي فوق ده اعلى نشاطا. بس هنا في المعلومه دي ذكر لك مين؟ قال لك انا عندي المغنيسيوم اعلى واكثر نشاطا من الحديد، والحديد اكثر نشاطا من مين؟ من النحاس. وخد بالك في متسلسله النشاط الكيميائي النحاس يلي الهيدروجين، يعني في فلزات كتير جدا اكثر منه نشاطا. متفقين؟ متفقين. دلوقتي يا شباب احنا وصلنا لنقطه مهمه جدا، وهي النوع الثاني من التفاعلات الكيميائيه، وهي تفاعلات الانحلال. خد بقى يا سيدنا، عايزك تاخد نفس عميق كده وتركز. الانحلال، تنحل، تتفكك، تتفصل، ربنا يبعد عننا الانفصال كلنا. هي تفاعلات تتفكك، تتفكك فيها ايه؟ بعض المركبات باستخدام ايه بقى يا سيدنا؟ نوع من الطاقة، زي مين؟ زي الحرارة او الضوء لمكونات ابسط منها. نلمها كده في السريع، هي تفاعلات كيميائية تتفكك الى مركبات ابسط منها، او هي تفاعلات كيميائية بتنحل بالحرارة او بالضوء، بتتفكك بتنفصل الى مركبات ابسط منها، حاجة بسيطة جدا. طب زي ايه يا سيدنا؟ تفاعل تاني، عندك مادة ولعت فيها، فككتها لمواد ابسط منها، فرتكتها فتحللت لمواد بسيطة. كانت مادة كده ايه؟ كتلة، فتحللت لمواد ابسط منها، انحلت لمواد ابسط منها لحاجات صغنونة خالص. فكينا الحاجة دي خالص لمواد بسيطة خالص. عارف انت بقى في جزء ده كده، يعني في مادة اسمها الكربوهيدرات، المادة دي لما اجي احللها الابسط منها لمواد بسيطة خالص تبدأ تدينا حاجة اسمها سكريات احادية. فحصل لا الموضوع كبير، تعال بقى نركز في ده اكتر، ده دي حاجات كده تانية خالص. يا سلام على منهج الاحياء وبتاع الاحياء بتاع زمان. مادة كبيرة كده فرحت مولع فيها اهي، فالمادة دي اتفككت لمواد ابسط منها عن طريق ايه؟ الحرارة او الضوء. فدي اسمها تفاعلات انحلال.
ادي ماده بنقول عليها متفاعلات عن طريق طاقه معينه، والطاقه دي ممكن تكون حاجه من اتنين، او ضوء، يا حراره يا ضوء، الى مواد ايه اسمها نواتج ابسط منها. والتفاعل ده بنسميه تفاعل انحلال. وخد بالك انا ركزت لك في حاجه تانية، قلت لك ايه؟ قلت لك ان ممكن يسالك يقول لك ما نوع التفاعل؟ هل اتحاد مباشر؟ هل انحلال؟ هل بسيط؟ هل مزدوج؟ ممكن يقول لك كمل التفاعل، ممكن يقول لك نوع التفاعل، ممكن يقول لك اوزن التفاعل، ايا كان انا حر، انا قلت لك المعلومه كلها. يبقى هنا ده اول تفاعل عندي هو انحلال اكسيد الزئبق الاحمر. خد بالك اكسيد الزئبق، وقال لك ان لونه احمر. اللي هو الاتش جي او. الله، اكسيد يا مستر تاني؟ لا اله الا الله، ده لسه خلصان من اكسيد الفلز الذي ينتج من اتحاد مباشر بين الفلز والاكسجين. ممتاز، يلا انت جدع، انت عيل سندال، عيل تمام التمام كده. ايه اللي حصل يا سيدنا؟ قال لك انا جبت اكسيد زئبق زئبق، رحت حاطه كده في حته تيوب انبوبه، ورحت داخل المعمل وبدات اولع تحتيه، ولع فاير. ايه اللي حصل يا سيدنا؟ ده اللي هو اكسيد زئبق احمر ده ولا مش احمر؟ احمر. ولعت فيه، ماشي. ايه اللي حصل؟ انحل بالحراره. ما هي حراره يا سيدنا، يعني هتحط لنا ايه؟ السهم الجميل ممتاز بتاعك يبدا يديني زئبق اللي لونه ايه؟ فضي. يا واد يا جامد يا ممتاز. وايه تاني؟ قال لك واكسجين، يعني اكيد مش هيدينا هيدروجين ولا ثاني اكسيد الكربون ولا ثاني اكسيد الكبريت ولا هيديني حماده. هيديني مين؟ هيديني اكسجين. اشمعنى؟ عشان هو اتش جي او. انا حللت المواد ابسط منه، فككته، فرتكته، قطعته، عملت فيه كتير. المهم ان انت عملت ايه يا سيدي؟ رحت ماسك اكسيد الزئبق ده اللي لونه احمر، لان ممكن يسالك يقول لك ايه؟ مركب ماله لونه احمر يتكون من اتحاد. قال لك لا، ده ايه؟ ينفك بالحراره الى زئبق واكسجين. هتقول اسم المركب ايه؟ اكسيد الزئبق، وانت عارف ان لونه احمر. اظن مش محتاج حاجه تاني، انت زي الفل. اللي بيحصل يا سيدنا ما حصلش اي حاجه. جاب لي معادله تانية. هخاف؟ لا، انا مش خايف، انا فايق. فايق ليه بقى يا سيدي؟ المعادله الاخرى اللي بتقول ايه؟ انحلال كربونات الكالسيوم. الله، هو يا مستر ممكن يجيب لي انحلال اكسيد الفلز وممكن يجيب لي انحلال كربونات الفلز؟ يا عم، هو ممكن يجيب لك انحلال كبريتات الفلز، هو ممكن يجيب لك انحلال بيكربونات نترات الفلز وهيدروكسيد الفلز. ليه؟ لان ده اللي احنا بنقول عليه. المعادله نفسها في ماده معينه هتنحل يا اما بالحراره يا اما بالضوء، ما دي بنسميها طاقه، لمواد ابسط منها. اللي جبناها الاولانيه كانت اكسيد الفلز، اللي هي عباره عن ايه؟ اكسيد الزئبق اللي لونها احمر. ولعت تحتها بدات تظهر لي الزئبق اتش جي زائد الاو 2 الاكسجين، مفيش مشكله خالص عن طريق الايه؟ الحراره. طب والثانيه قال لك كربونات الفلز اللي هي كربونات الكالسيوم اللي هي سي اي سي او 3. انا جبت الماده دي بدات اسخنها، مش جايب الصوره بتاعتها، الى اكسيد الكالسيوم اللي هو السي اي او زائد ثاني اكسيد الكربون. ايه اللي حصل يا سيدنا؟ قال لك انا جبت الماده سي اي سي او 3 بدات تنحل بالحراره الى سي اي او اكسيد الكالسيوم زائد مين؟ تعالى بقى نركز في الحته دي مهمه قوي. كل ده احنا بناخد غازات اللي هي اكسجين. خد بالك سي اي سي او 3. ادي عندي السي اي ده عنصر اسمه الكالسيوم، وانا عندي السي عنصر اسمه الكربون، وعندي الاو عنصر اسمه الاكسجين. نركز. والسي او 3 ده مركب. لما اجي اقول سي اي او اللي نتجت سي اي او هيتبقى لي مين؟ هيتبقى سي اي او طلعت واحده، هيبقى لي سي او 2 تاني. انا عندي مركب ده سي اي سي او 3. الاكسجين فيها كام؟ 3.
انا خدت منهم واحده بس، خدتها مع مين؟ مع الكالسيوم، خدت CaO. اتبقى كام اكسجين؟ 2. الاثنين دول احطهم مع السي هيتبقى لي CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون اللي تصاعد، حدث تصاعد لغاز ثاني اكسيد الكربون. نقول تاني، انا جبت ماده اسمها كربونات الكالسيوم، وهذه الماده اللي هي كربونات الكالسيوم بدات ان انا اعمل لها عمليه انحلال بالحراره. انا ما اعرفش انه انحلال يا سيدنا، والله انا رحت حاطط الماده دي في تيوب كده انبوبه، رحت مولع تحتها. ايه اللي حصل؟ بدات تنحل بالحراره، ادي السهم بتاع الحراره، الى ماده اسمها CaO اكسيد الكالسيوم زائد ثاني اكسيد الكربون اللي يتصاعد. وهذا الغاز اللي هو ثاني اكسيد الكربون، ايه اللي حصل يا سيدنا؟ انا الغاز ده بدات اكشف عنه، ما هو اول واحد طلع له الغاز ده عايز يعرف ايه الغاز ده. اتضح ان الغاز ده بيعكر ماء الجير الرائق. جبت ماء جير رائق. بص يا سيدنا ابسطها لك، انا رحت جايب توب ورحت حاطط جوه ماده اسمها ايه؟ كربونات الكالسيوم اهي، واسكت؟ قال لك لا، ما انت لو حطيت الماده في التيوب وفضلت قاعد جنبها 3 سنين مش هيحصل حاجه، صح؟ لم يؤثر عليها عوامل اخرى. طب رحت مولع تحتها، فاير فاير فاير، ايه اللي هيتكون؟ ورحت طالع من الانبوبه دي كده، رحت اعمل لها ايه؟ حته بتاع صغنونه كده طالعه، عشان اشوف الغاز اللي هيطلع همرره على حاجه كده فيها ماء جير رائق، ميه جير رايقه كده. التفاعل ده كده تم في وجود الحراره، وده كده ماده اسمها كربونات الكالسيوم بدات تكون ماده هنا ترسبت. لا لا لا، ترسبت ماده، ايوه. ما الماده اللي اترسبت دي دلت على حدوث التفاعل الكيميائي، لان احنا قلنا تكون راسب او تصاعد غاز او انبعاث ضوء او حراره او تغير اللون او الرائحه، كل ده بيدل ان في تفاعل كيميائي حدث. يبقى في ماده اترسبت اسمها CaO اهي، اللي هي اكسيد الكالسيوم. طب ما كده يبقى في حاجه ثانيه يا مستر، ايه هي؟ عنصر الكربون وذرتين اكسجين. قال لك يا سيدي ما دول لما يتحدوا مع بعض هيديني CO2 اللي هو غاز اسمه ثاني اكسيد الكربون. لما بدات امرره في الحته دي كده في التيوب ده كده على ماء الجير الرائق تعكر، فلما تعكر عرفت انه عرفت انه ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. لان ممكن يقول لي كيف نقوم بالكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون او عن الغاز المتصاعد؟ نقوم بتمرير الغاز المتصاعد داخل انبوبه على ماء جير رائق، فيتعكر الماء الجير الرائق فنكتشف ان الغاز ده اسمه ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. طب احنا كده بالنسبه للاحداث لا، انا بجمع لك مجموعه اسئله ممكن تيجي على المعلومه اللي عندك. ما هي المعادله دي نعيد ونزيد ونقول من اول وجديد، مش معنى انها معادله كيميائيه ان انت تكتبها وخلاص. ما هي معادله كيميائيه ممكن يقول لي يشيل لي مركب معين، او يقول لي دي ماده متفاعله ايه الماده الناتجه، او يقول لي الغاز ده ايه اللي هيحصل له او هكتشفه ازاي. وهنا يا صديقي بدانا نوصل لمرحله مهمه جدا، وهي ثالث انواع التفاعلات الكيميائيه، تفاعل الاحلال البسيط. يعني ايه احلال بسيط؟ بص بقى، احنا خلاص اتفقنا ان في تفاعل كيميائي، في مواد متفاعله هتديني مواد ناتجه في خلال شروط التفاعل. طيب هنا بقى في الاحلال البسيط تلاقي كده ماده، وبالاخص هيكون فلز، يقول لي ماده ثانيه جنبه هيتفاعل معاها عنصر جواها. يعني معلش اركن انت عشان انا هحل محلك. ليه يا عم؟ هو انت اجدع مني؟ انت ارجل مني؟ انت يعني سندال اكتر مني؟ ايه اللي يخليك تيجي مكاني؟ قال له يا سيدنا، قال له يا حبيبي انا اكثر منك نشاطا. انت بتذلني يعني؟ قال له لا مش بذلك، بس انا بقول لك ده الشغل شغل، انا ماده كيميائيه اكثر نشاطا منك. فتلاقي ايه؟ احلال عنصر اكثر نشاطا من عنصر اخر في متسلسله النشاط الكيميائي. هم العلماء كده حددوا لنا متسلسله من فوق لتحت تنازليا، فمرتبين فيها العناصر الكيميائيه. يبقى ترتيب الفلزات ترتيبا تنازليا حسب درجه نشاطها الكيميائي، الاعلى نشاطا يحل محل عنصر اقل منه نشاطا. اتفقنا؟ اتفقنا. ايه اللي حصل بقى يا سيدي؟ قال لك ان هنا الماده دي هتيجي مكان الماده دي، اشمعنى؟ لانها اكثر منها جدعنه وسندله ورجوله ونشاطا. هو دايما النشيط كده واد جدع سندال اساسي مفيش منه، فايق ورايق وثابت،
جت مكانها اشمعنى انها اكثر منها نشاط، فدي نقول عليها اقل نشاطا. ده اسمه تفاعل احلال بسيط. التفاعل بتاعه سوري التعريف بتاعه: تفاعلات يحل فيها عنصر محل عنصر اخر في احد مركباته حسب درجة النشاط الكيميائي. تلاقي المنتخب بتاعنا كان زيكو مبدع، كان هيثم حسن مبدع. يا جدعان طب وعمر مرموش، عمر مرموش ماشي يا سيدنا، عمر مرموش في وقت اللعب ما كانش اكثر نشاطا. مين اللي حل محله؟ مين اللي عمل بوم جامد؟ الواد زيكو، الواد هيثم حسن. شفت اللعبه بتاعته؟ شفت الجون اللي اتلغى؟ انا شفت، واكيد كلكم شفتوا. انا اتحسرت، انا زعلت. في بقى انواع من الاحلال البسيط. الله 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 ده خليك معايا. يعني احنا قلنا ان انواع التفاعلات الكيميائيه 4: اتحاد مباشر، والانحلال، والاحلال البسيط، والاحلال المزدوج. ايوه الاحلال بقى البسيط في منه انواع، ايوه فيه. يا نهار ابيض ده انا هتوه. لا يا سيدي خليك معايا، تعالى لي بس كده وبص لي وركز. احلال، ايوه عرفنا كلمه احلال يعني ايه. فلز، ايوه ما احنا عرفنا خلاص ان هو فلزات. محل، ايوه هيدروجين الحمض المخفف. لا 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 معلش تعالى لي. هيدروجين الحمض المخفف قصدك يا مستر ان ال HCl؟ ايوه هو ده، اقفشه. HCl ده هو هيدروجين الحمض المخفف. سوري هو ده الحمض الايه؟ هيدروكلوريك. احنا بقى نروح جايبين مين؟ الهيدروجين ده هنشيله ونحط مكانه الفلز الايه؟ الاكثر نشاطا. يلا بينا نشوف، يلا بينا ايه اللي هيحصل يا سيدنا. ادي معادله جميله جميله يا عيني، ممتازه. بص من اول هنا يا سيدنا اهو. على اثبت، لا اثبت، ايوه. تتفاعل فلزات النشطه كيميائيا مع حمض الهيدروكليك المخفف. اللي انا كنت لسه قايل لك عليه اهو. يا نهار ابيض يا جدع انت عليك حاجات. ويتكون كلوريد الفلز وتصاعد غاز مين؟ الهيدروجين. يقول لك مش انتوا، شوف بقى الدرجه ده القمص بقى. الهيدروجين يقول لك دول استغنوا عني، ولاد يعني شالوني انا وجابوا فلز اكثر نشاطا. طيب والله لا تصاعد، وراح متصاعد على طول. ما خد بالك مفيش حد اجدع من حد دلوقتي. انت يا باشا تشيلني انا عشان انت اكثر مني نشاطا. انا هفضل قاعد كده؟ لا طب ما انا هتصاعد، هطير انا بقى يا باشا. الجدع يحصلني ازاي؟ اهو الام جي لما جيت افعل مع الاتش سي ال. الله 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 اسمعني. رحت يا باشا جايب تيوب جميله، والتيوب دي رحت حاطط ماده اسمها اتش سي ال، ورحت جايب ماده ثانيه اسمها الام جي. الام جي قال لك الهيدروجين وقع تحت ايدي، انا اكثر نشاطا من مين؟ من الهيدروجين. اركن يا هيدروجين، انا اللي جيت مكانك. اتكونت ماده اسمها ايه؟ خد بالك هنا دي اللي معناها مخفف. ماشي يا سيدي. ايه اللي حصل؟ ام جي اس سي ال 2. الام جي سي ال 2 ده مركب اسمه كلوريد مين؟ مغنيسيوم. جه نتيجه ايه؟ اتحاد او احلال مين؟ الام جي محل الهيدروجين. يعني معلش يا مستر اتحاد ولا احلال؟ بص يا سيدي، مين اللي حل محل مين؟ المغنيسيوم حل محل مين؟ الهيدروجين. والمغنيسيوم جاي جنب الكلور كده وسابه؟ لا، ما هو اتحد معاه عشان يديني ماده جديده اسمها ايه؟ كلوريد المغنيسيوم. يبقى مين اللي حل محل مين؟ المغنيسيوم حل محل الهيدروجين. اشمعنى؟ لانه اكثر منه نشاطا. واللي هيحصل الهيدروجين هيتصاعد، هيطير. ايوه يا مستر، يعني الراجل ده جه مكان ده، ايوه حل محله. هنا حل محله، حله ايه؟ يحله. طب واتحد مع مين بقى الام جي لما جه هنا؟ اتحد مع الكلور فعمل لي كلوريد المغنيسيوم، وحدث تصاعد لغاز مين؟ الهيدروجين. وهنا غاز الهيدروجين يعمل لي شويه حراره، لان الهيدروجين طلع فبدا يعمل لي ايه؟ في شويه سخونه بسيطه. وده برضو يدل ان في تفاعل كيميائي تم. من الحاجات اللي احنا قلناها في الاول خالص: تكون لون او اختفاء لون، تكون راسب، تصاعد ضوء او حراره، في رائحه. كل الكلام ده يدل ان في تفاعل كيميائي حدث. ولكن هل تتفاعل الفلزات الاخرى مع حمض الهيدروكليك المخفف بنفس درجه النشاط الكيميائي؟ ده سؤال مهم. لا طبعا مش كل الفلزات. اشمعنى؟ عشان في نشاط
اعلى وفي نشاط اقل. بس السنه دي لما جاب لك المنهج ده يا سيدنا قال لك ان في فلزات اعلى نشاطا وفي متوسطه النشاط وفي اقل نشاطا خالص. ماشي. ادي من سلسله النشاط الكيميائي اللي عمالين نقول عليها. بص يا سيدنا، ده كده الاكثر نشاطا، بوتاسيوم وصوديوم وليثيوم وباريوم وكالسيوم. الاربعه دول كده بالنسبه لنا اكثر نشاطا باللون الاحمر. ماشي. دول كده اكثر نشاطا، نشيطين جدا. فالاربعه دول ينفعوا يحلوا محل اي حاجه من دول. طب معلش يا مستر، بس معلش، ستوب هنا بعد اذن حضرتك، اتفضل. هو ممكن البوتاسيوم يجي مكان الصوديوم؟ عادي. اشمعنى؟ مين فيهم الاعلى؟ البوتاسيوم ولا الصوديوم في النشاط؟ البوتاسيوم. يعني ينفع الصوديوم يجي مكان الليثيوم؟ عادي. اشمعنى؟ عشان هو اكثر منه نشاطا. يبقى هنا اي حاجه من اللي فوق تحل محل اللي تحت. طب ودول متوسطين النشاط. يا مستر وانا هحفظ كل ده؟ يا سيدي علمهم براحتك. يعني ايه؟ هات اول حرف من هنا الباء، وهنا الصاد، وهنا الليثيوم اهو. هات ممكن نقول الليث، وهنا الباريوم، وهنا الكالسيوم. يعني ممكن تقول كام؟ ممكن تقول بص الليث بكام؟ الله. بص الليث بكام؟ الليث مش بفلوس، خد بالك، الاصول ما بتتباعش يا بيه. بص الباء هنا تعبر عن البوتاسيوم، والصاد تعبر عن الصوديوم بالترتيب اهو. الليث اللي هي تعبر عن الليثيوم. وبكام؟ الباء تعبر عن الباريوم، والكاف تعبر عن الكالسيوم. حلو قوي. في مشكله؟ او ممكن نقول بص الليث باكا. حلو قوي دي. بص الليث باكا يا عيني. بص الليث باكا ده الاكثر نشاطا. جميل. طب والمتوسط؟ قال لك بقى مغنيسيوم ثم الومنيوم ويلي خرسين ويلي حديد وقصدير ورصاص لحد الايه؟ الرصاص. يبقى الجزء ده اخرنا في الحته دي كده، ده المتوسط. هنا بقى في الحته دي مهمه جدا بنقول عليها ايه؟ هي مرجع المقارنه. هو الهيدروجين اللي بنقيس عليه كل حاجه. ما يعلو الهيدروجين اكثر نشاطا ما اقل من تحت. بمعنى بص يا سيدنا، النحاس والزئبق والفضه دول اقل نشاطا. مش دول فلزات؟ رحنا للعلماء بتوعنا راحوا فصصوهم كده وقال لك ان دول اقل نشاطا من مين؟ من اللي فوق ده كله. يعني ينفع الحاجه اللي تحت دول يحلوا محل اللي فوق؟ قال لك مستحيل، من رابع مستحيلات، لا يمكن. اشمعنى؟ لان هم اقل منهم نشاطا. طب واللي تحت دول يا مستر مالهم؟ قال لك يا سيدي الاثنين دول البلاتين والذهب عناصر غير نشطه خالص على الابيض. اشمعنى؟ قال لك يا سيدي اتكلم في اللي فوق بقى. يعني دول كده لما تيجي تقول لهم تعالوا اتحدوا او اعملوا تفاعل كيميائي مع حمض الهيدروكلوريك، يقول لك احنا باشا غير نشيطين. وانا مالي؟ انا ما بتحدش مع حد ولا بحل محل حد. اشمعنى انا غير نشط يا بيه؟ اتفقنا. فاول نوع قلنا احلال فلز محل هيدروجين حمض الايه؟ المخفف. وجينا فنطناها وفصصناها ان مسلسله النشاط الايه؟ الكيميائي اكثر نشاطا، ثم متوسطه النشاط، ثم المرجع بتاعنا اللي هو الهيدروجين، وفي الاخر تحت الاقل نشاطا ثم اللي ما عندهمش نشاط خالص. يلا بينا نكمل يا بيه. طيب تاني تفاعل بالنسبه لتفاعلات الاحلال البسيط قال لك وهو تفاعل فلز محل هيدروجين الماء. لا تعال نمسك في الكلمه دي. يعني ايه هيدروجين الماء؟ تعال نمسك بس في كلمه الماء. انت عارف طبعا وانا عارف ان الماء H2O. H2O يعني في اتش يعني فيها هيدروجين، فيها هيدروجين. شيلها لي. هو ده الغلبان اللي بنيجي عليه؟ انا مالي، انا ماليش دعوه. ماشي. طيب يلا بينا. يبقى هنشيل الهيدروجين ده ونحط محله فلز بس اكثر منه نشاطا. زي ايه يا سيدنا؟ قال لك الفلزات النشطه جدا في مقدمه متسلسله النشاط الكيميائي، وبالتالي تسبق الهيدروجين تتفاعل مع مين؟ مع الماء، فبتشيل الهيدروجين وبتحل ايه؟ محله اهو. تحل محل الهيدروجين الذي يتصاعد كغاز. خد بالك يمكن ان يشتعل بفرقعه، وده اللي قلنا عليه. يعني مثلا خد بالك لو جيت قلت ان ايه؟ الصوديوم مش ده فلز؟ ده تاني فلز نشط بعد البوتاسيوم. لما اقول لك ان الفلز بدا يتصاعد مع ال H2O، يعني جبت حته فلز وحطيتها في الميه، بوم، بدا يديني ايه؟ خد بالك الهيدروجين ده هيتشال. مين اللي هيجي مكانه؟ ال Na. جميل. يبقى Na
او اتش زائد مين؟ اتش 2 هيتصاعد. هيحدث تصاعد بقى في ليله هتحصل، في فرقعه، في حراره، في اشتعال بفرقعه. مين اللي سبب الكلام ده كله؟ ان هي ده اكثر نشاطا لما اتحط في الميه. لا اله، تفاعل الصوديوم مع الماء. يلا بينا يلا بينا. هنا بقى جابوا لي لان ايه بدأ يتصاعد مع الماء اهو. تعال يا باشا نطلع هنا المعادله خالص فوق خالص اهي. ايه اللي هيحصل يا سيدنا؟ ادي لان ايه الصوديوم ده قال لك هيدروجين بره بره كلب حكير، بره اقل نشاطا بره. قال له بس خلاص ما تزعقش، كلها بقت اكثر نشاطا خلاص. ماشي يا سيدي شكرا. فلقينا ان ده حل محل الهيدروجين بتاع الماء، لان ده احلال فلز محل هيدروجين مين؟ الماء. طب واللي قبله؟ قال لك احلال فلز محل هيدروجين الحمض المخفف. ماشي، احنا خلينا في الثاني. اتكون لي ان اي او اتش وهيدروجين تصاعد، فهيت يعني حراره، يعني اشتعال بفرقعه، يعني حصلت مصيبه يا سيدنا. هو هل تتفاعل جميع الفلزات بنفس درجه النشاط؟ لا طبعا. ليه؟ علل لماذا؟ قول سبب. لان الفلزات ليست متساويه في النشاط الكيميائي. قفل على الكلام. بص يا سيد، بص كلام في الحلاوه لا في الحلاوه وفي الجمال. المهم ان الدنيا سهله، في اكتر من كده الموضوع سهل وبسيط اهو. لقيت ان ده قال لي ده ايه؟ اثبت. لقيت ان الفلز ده قال له بص خد بالك يا هيدروجين، انا اعلى منك نشاطا، انا مش محتاج اخش معاك جوله. اشمعنى؟ عشان انت كده كده اقل مني نشاطا هتطير. وهو خد بالك الهيدروجين مش هيقاوح، هيطير على طول. ليه؟ هو اقل نشاطا، هو ما عندوش نشاط. يقول لك يا باشا بقول لك ايه، السلام عليكم انا هطلع اتصاعد يا باشا. بس هنا في الحاله دي قال لك انا هتصاعد بفرقعه، انا هخرب لكم الدنيا، انا هولعها. فبدا ده يجي هنا. طبعا هنا اتحاد بقى الهيدروجين ده مش كله، في خد بالك بقى بدا يكون لي مركب اسمه هيدروكسيد الايه؟ الصوديوم، اللي هو ان ايه؟ او اتش زائد الهيدروجين تصاعد لفوق. طبعا هي دي معادله كيميائيه بقى تتم كده، فتلاقي ان ده حصل ماده اسمها هيدروكسيد الصوديوم وتصاعد غاز الايه؟ الهيدروجين. الوزن بتاعنا ادي دخل 2 ان ايه، خرج 2 ان ايه. ما دام اللي دخل هو اللي خرج، خلصت. انت ما عندكش حاجه ثانيه تقولها. اشمعنى؟ ما هو دخل نفس الكميه خرج نفس الكميه، خلاص مش محتاج اي كلام، اتوزنت. فتعال نشوف الباقي. كم اتش؟ 4. ادي 2 مضروبه في كل ده، مضروبه في الان، هي مضروبه في الاو، مضروبه في الاتش، يبقى منهم 2 هنا وادي 2 هنا، يبقى الهيدروجين خرج زي ما هو. نعيد تاني. انت عندك كام ان ايه دخلت؟ 2. خرجت كام؟ 2. شكرا. طب بالنسبه للهيدروجين 2H2، يبقى 2 في 2 ب4 هيدروجين دخلوا. خرجوا كام؟ الاثنين دي مضروبه في ده كله، مضروبه في الاو، مضروبه في الهيدروجين، يبقى انا عندي 2 هيدروجين هنا وعندي 2 هنا، يبقوا الاربعه خرجوا مظبوطين. مظبوط. طب بالنسبه للاكسجين قال لك ما هو الاثنين دي برضو مضروبه في الاكسجين ده، يبقى كام اكسجين؟ 2. خرجت كام؟ 2 او اهي، 2 او، يبقى زي الفل. طب والهيد بس دي حراره يا سيدي، حراره، حسيت بسخونه كده، فرقعه، اشتعال بفرقعه. ماشي يا سيدنا، يلا بينا. واخيرا يا سيدنا احلال فلز محل فلز اخر. وهنا بقى في الجزء ده مش مثلا هتلاقي بقى الفلز ده يبدا انه يعيش اللحظه على الهيدروجين ويقول له بقول لك ايه، ده انا اعلى منك نشاطا. قال لك ده انا هعلى بالليفل بتاعي. يعني هتعمل ايه؟ قال لك انا هشيل فلز وهاجي مكانه. يعني يا جدع اسكت. قال لك لا بقى، ده انا هشيل فلز وهاجي مكانه خالص. اشمعنى؟ قال له ما خد بالك، يعني انا اعلى منه نشاطا، فانا ليا الحق ان انا اركنه واحل محله. فهنا احلال فلز محل فلز اخر. الفلز ده جه مكان فلز اخر اقل منه نشاطا. قال له بص انا اعلى منك نشاطا، اركن على جنب يا بيه. زي مين مثلا؟ تلاقي الصوديوم يحل محل مين؟ الليثيوم. بس تلاقي الصوديوم مين اللي بيجي يديله على قفاه ويحل محله؟ البوتاسيوم. يقول له خد بالك يا صوديوم، ده انا اعلى منك نشاطا، يعني ممكن اجي مكانك فوق. يقول له يا باشا اتشرف، انت اعلى مني نشاطا، يعني ليك الحق تحل ايه؟ محل في اي وقت. ماشي. ايه اللي بقى اللي موجود عندنا هنا المعادله؟ يبقى هنا يمكن لبعض الفلزات ان تحل محل
محل الفلزات التي تليها في مسلسلة النشاط الكيميائي. فين بقى؟ في محاليل أملاحها. محلول كده في فلز أقل نشاطا من الفلز الثاني، تلاقي الفلز يقول لك ابعد ابعد. ماشي يا سيدي. تعال نشوف. عند غمر ساق الخرسين زد ان في محلول كبريتات النحاس. ادي محلول CuSO4، ده كبريتات النحاس محلول. جيت حطيت المحلول ده كده حطيت فيه ساق من الخرسين، يبقى ده كده المحلول الCu ماشي SO4 كبريتات النحاس. حطيت فيها ساق من الخرسين اللي هي الزد ان. اللي هيحصل خد بالك ان الخرسين اعلى نشاطا من مين؟ من النحاس. الخرسين هو اعلى نشاطا من النحاس، اكثر منه نشاطا، وده محلول. هتلاقي ان الخرسين الزد ان ده يركن النحاس على جنب، يقول له بعد اذنك وسع كده، يقول له حاضر يا باشا اتفضل، ويروح الخرسين يعمل اتحاد مع مين؟ مع الكبريتات. ليه؟ لانه اعلى منه نشاطا. يبقى الزد ان شال مين؟ الCu نحاس، قال له انا اعلى منك نشاطا اركن، قال له حاضر اتفضل اتفضل يا بيه مكانك اتفضل. فبدأ يتحد مع الكبريتات، فاداني مركب اسمه الزد ان SO4، ده عديم اللون. خد بالك ده ازرق اللون اللي CuSO4. فاللون الازرق ده اختفى، يعني تفاعل كيميائي، اي نعم، وبدأ يديني راسب احمر اللي هو النحاس. يبقى ده تفاعل كيميائي احلال وبسيط. لقيت مين حل محل مين؟ لقيت الخرسين الاكثر نشاطا ركن النحاس على جنب، قال له انا اكثر منك نشاطا، قال له اتفضل يا بيه، فحل محله. فلما هو الخرسين حل محل نحاس، فجه مع المركب اللي هو SO4، فبدأ يديني مركب عديم اللون اسمه ZnSO4. طب والنحاس يا سيدي يروح فين؟ قال له والله انا غلبان مش هعرف اتصاعد. امال هتعمل ايه؟ قال له انا هترسب. ما هو خد بالك يا اما تطلع لفوق يا اما تنزل لتحت. انت راسب يا عيني نحاس غلبان، مين اللي جه عليك؟ الخرسين. اداله على فوق، قال له يا باشا انا اعلى منك نشاطا، قال له انزل يا كلب، ينزل يترسب تحت. فراح مين اللي ترسب؟ النحاس. نزل يترسب تحت. ليه؟ لانه اقل نشاطا من مين؟ من الخرسين. فده تبعا ان في فلز حل محل فلز اخر في معلول احد املاحه. الفلز ده اكثر نشاطا من الفلز الثاني اللي على قده خالص في النشاط الكيميائي. انا مبسوط بيك جدا 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 جدا. خد بالك تطبيق حياتي، مش هناخد الاحلال المزدوج النهارده. قد تفقد ادوات مصنوعه من الفضه، يعني شويه الحاجات العرسان الجداد دول بقى يبدا يجيب لك حاجات مذهبه والكلام زي كده، وتبدا حاجات تقل شويه من الفضه، والناس بتوع الفضه شغالين اللي شغالين في الكلام ده عايز يرجعها للبريق بتاعها وللرونق بتاعها الجميل من تاني، فتتكون طبقه سوداء من كبريتات الفضه على مين؟ على الفضه دي. ويمكن تنظيف تلك الادوات بوضعها في وعاء ثبت به ماء ايه؟ مغلي، بس ميه مغليه بس، ميه سخنه بس. قالك لا، هتضيف لها ايه؟ ملح بيكربونات الصوديوم وقطعه من ورق الالومنيوم. طب يا سيدي بيكربونات الصوديوم عارفينها هتلمع، طب وليه بقى القطعه من الالومنيوم؟ لان الالومنيوم انشط كيميائيا من المين؟ من الفضه. ما انت تلاقي ورقه الالومنيوم انشط من الفضه اللي هي اتكونت فوق. عندك المعلقه دي اتكون عليها شويه كبريتات الفضه، فانت عايز تشيل الفضه تجيب لها مين؟ تجيب لها حد اعلى منها نشاطا اللي هو مين؟ الالومنيوم اللي انت عايز تضيفه في وجود مين؟ كربونات الصوديوم. فتلاقي ان الالومنيوم يقول للفضه ايه؟ ابعدي كده على جنب عشان انا اكثر منك نشاطا، فتلاقي يحل محلها مين؟ اثناء التفاعل الكيميائي فيعيد اللمعان. يبقى قد تفقد الادوات المصنوعه من الفضه بريقها مع الوقت، وتتكون طبقه من سوداء من كبريتات الايه؟ الفضه. يمكن تنظيف تلك الادوات بوضعها في ماء مغلي، ميه مغليه، وتحط على الميه المغليه دي بيكربونات الصوديوم، وتحط عليها ايه؟ قطعه من ورق الايه؟ الالومنيوم، لان الالومنيوم انشط كيميائيا من مين؟ من الفضه. بكده يا صديقي انا اقدر اقول لك
اول درس الحمد لله مش كله قوي في جيبك. خدنا الثلاث تفاعلات الكيميائيه، الاتحاد المباشر، وخدنا طبعا التعريفات والحاجات الامثله اللي قلنا عليها، والاحلال والانحلال. الاحلال طبعا البسيط. احنا كده وصلنا لحد رابعا اللي هو تفاعلات الاحلال المزدوج. وتفاعلات الاحلال المزدوج ان شاء الله هناخدها في الجزء الثاني، هينزل لك باذن واحد احد. كل اللي عليك ان انت تتفرج على الفيديو ده مره واثنين وثلاثه، والله ربنا يكرمك من اول مره الدنيا تمام زي الفل، مفيش اي مشاكل. ممكن الكتب الخارجيه تنزل في اسرع وقت، هتلاقي فيه فيديو تاني بنحل لك فيه كميه اسئله رهيبه جدا على الدرس ده بمختلف انواعها. وكل ده ربنا ان شاء الله باذن الله يوفقك ويوفقنا جميعا، واشوفكم على خير. كان معكم علاء عمر.